السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى يا حبايبي يوم السوق. شوف بقى ايه المشتريات بتاعتنا الجميلة كده مع بعض. بس الاسعار يا حبايبي الله المستعان. البتنجان يا حبايبي الكيلو وربع ب10 جنيه، كيلو وربع ب10 جنيه. والسمك ده ب40 جنيه. شفتوا بقى اسعار، يعني انا مش عارفه اسعار سياحيه ده ولا ايه، احنا هنا في شرم الشيخ ولا ايه. والفلفل ب10 جنيه. تمام. وعندي جبت كمان طماطم ناشفه الاتنين ب25 جنيه. تمام. والطماطم الطريه الكيلو ونص ب10. شايفين يا حبايبي؟ دي الناشفه اهي. وجبت الخيار ب12 جنيه. وجبت انا الكبير شويه ب10. وجبت كمان يا حبايب قلبي طماطم طريه اهي زي ما انتم شايفين، شنطتين دول لقيتهم الراجل منقيهم كده وش العدايه في الكفه كده، الكيلو ايه ونص ب10. وجبت كمان تين يا حبايب قلبي فاكهه للولاد، وكيلو تين وكيلو مانجا وكيلو عنب، من كل حاجه كيلو كده نتنج. جبت كيلو عنب التين ب25، وكيلو العنب الاتنين ب35. جبت كيلو واحد بس. وجبت كيلو مانجا ب25. وجبت الكرنبايه الجميله دي يا حبايب قلبي ب25 جنيه. حته كرنبايه الوليه اللي اقول له ايه بس ماسكه على 30 جنيه. يا ستي مش هتعمل كيلو رز، مفيش فايده. هي في قلبها البتاع. والخيبه كمان الخضره. الخضره، ربطه الخضره ما فيهاش عودين 2 خضره. تصوروا بكام؟ ب5 جنيه الربطه. تقول لي اكراميا ليك هديك التلاتة ب10. قلت لها يا حاجه انا مش عايزه، انا عندي شويه في الفريزر مفرزاهم هعمل بيهم وخلاص. كفايه عليا الكرنب. انا هجيب الكرنبه النهارده واستنى اما اكمل المكونات بتاعه المحشي يكون السنه خلصت. خلصنا يا حبايبي كده ايه، وبدانا بقى ايه نعمل في الغدا. فرشت بقى الفرشه بتاعتي في السور. وجبت ايه الصينيه بتاعتي، وجبت الطماطم والدقه بتاعت حاجه الدقه اللي انا هعملها للسمك. نضفت السمك بتاعنا كويس وطلعت بقى ايه جبت فلفل وطماطم وقطعتهم في الخلاط بالشكل اللي انتوا شايفينه دون اهو. وده الخضار بقى اللي انا ايه قلت لكم في الفريزر، خدت منه شويه كده. قلت بقى نحتحت، ما هي بقى بصوا بالجرام انا قعدت بالجرام اهو يا حبيب قلبي. وحطينا بقى ايه وليمونه كده ايه يا حبايبي، قشرناها نصها كده وطلعنا منها البذر، وهنفرمها بقى مع الايه مع الطماطم والثوم والحاجات اللي ايه الجميله كده لدقه السمك. تمام اهو. ايه رايكم بقى؟ انا قلت ايه ادخل لكم كده بالتقيله بالصدمه بتاعت الاسعار كده، وبعد كده نعمل مع بعض الفيديو. يلا الله المستعان يا حبايب قلبي. ربنا يعيننا يا رب، اللهم امين. بقول للراجل بتاع الطماطم غليت ليه؟ قال لي الزرع باظ بسبب الحر يا حبايب قلبي، موجة الحر اللي كانت الفترة اللي فاتت دي، فالزرع باظ عشان كده الحاجة غلت. الناس ما عندهاش زرع يعني. جبنا حله كده على النار، وهنعمل بقى ايه. خلصت حاجه السمك وجهزتها قدام الفرن عشان ايه نشوي السمك. وقلت بقى نعمل شويه رز بقى ايه ببصل كده، رز صياديه او رز بني زي ما انتوا تسموه سموه. بس انا بحب الرز ده انا وولادي، بصوا ما شاء الله ما بنسيبش منه حبايه، بناكله قبل السمك اهو. هنقلب بقى كده البصله مع بعض يا حبايبي لحد ما تصفر معانا كده ايه، تبقى حاجه عظمه بني كده. تمام. تاكلي بقى شويه رز كده في قلبك، احلى شويه رز يستاهلوا بقك. هنحطهم ناكلهم قبل ما تعملي السمك كمان، هتلاقيهم بصوا تاكلوا حيف اهو. وكالعاده يا ساده لما الراحه جايه ورايا عشان تظهر ايه الكوارع بتاعتها في الكاميرا اهو. وحطينا بقى شويه ايه ميه كده على البصله بتاعتنا. شايفين اللون؟ شايفين اللون بني جميل ازاي اهو. نحط بقى شويه توابل كده، فلفل اسمر، كمون والملح بتاعنا، ونظبط الملح بتاعنا اهو، ونسيبهم ياخدوا غلوه واحده بس، وبعد كده ايه ننزل عليهم بالرز.
شويه كده، وانا ايه اما الشتاء يقرب كده وانا اعمل لكم كانون جنب الشعله دي كده، ونقعد كده بلا بوتاجاز بلا بتاع، كنا طول النهار واقفين على رجلينا. لا ده انا بقول من ورا قلبي بصراحه، انا تعبانه بس هنعمل ايه، يلا قدر الله ما شاء فعل. اه يا حبايبي. بعد كده بقى ايه، شايفين انتوا الدقه بتاعت السمك بقى، هنحطيناها كده في ايه، في صينيه، وحطينا عليها البهارات بتاعت السمك بقى والحاجات الحلوه كده، وشويه زيت برضو، ونظبط الدنيا كده ايه اهو للتتبيله بتاعت السمك، عشان بقى نولع الفرن بقى الجميل كده وايه، ونشوي السمك بتاعنا. وجبنا شويه رده اهو، نولع بقى الفرن كده، وهنبل السمك رد اهو. نشوي بقى ايه السمك بتاعنا حبايبي كده. يا رب الفيديوهات بتاعتنا تنول رضاكم وتعجبكم يا حبايب قلبي. شجعونا كده بكومنت حلو، وشيروا الفيديوهات عشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين يا حبايب قلبي. والفيديوهات بتاعنا ترفع كده. بحبكم في الله، انا بحبكم وبدعمكم، ربنا هيكرمني وهوصل بيكم اغلى واحلى متابعين في الدنيا داخل مصر وخارج مصر. زي ما انتم شايفين كده ببل السمك رده، وبعد كده بقى ايه هنحطه في الفرن اهو. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ انا بشارككم بقى كل حاجه على الطبيعه اهو. فكروا معايا كده حبايب قلبي، اي اكل اي وصفه اكتبوا لي في الكومنتات، اعمل لنا كده كذا بكره يا ام لمار من الاكل الفلاحي وانا اعمل لكم، لان ساعات كتير والله ما بيجيش في بالي اكلات، يعني بيبقى في اكلات كتير بس ما بيجيش في بالي. فكروني كده وقولوا لي ايه، اعملي كذا اي اكله وصفه ولا اي اكله انتوا عارفينها في الفلاحين، وانا اعملها لكم يا حبايب قلبي. تمام اتفقنا. هستنى منكم في الكومنتات تقولي لي اعملي الوصفه دي يا ام لمار، اعملها لكم على طول، اي وصفه تختاروها. تمام. انتوا عيلتي التانية، وانتوا اخواتي واهلي وناسي، ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي وما يحرمنيش منكم ابدا يا اغلى الناس اهو. ايه رايكم بقى؟ استاهل لايك بقى ولا مستاهلش لايك؟ ان الرز بتاعنا اهو، الميه غلت، وهنحط بقى الرز، وبعد كده ايه نسيبه يستوي بقى مع نفسه. اهو شايفين بقى، شايفين السمك وجماله. بالهنا والشفا. طريقه الشوي سهله خالص، بس انت اهم حاجه ما تكونيش ايه بتخافي تقعدي قدام الفرن ده. انا كنت الاول يا حبايبي ما كنتش بقعد قدام الفرن ده خالص، كنت بخاف من النار، بس الحمد لله اتعلمت بقى وايه الجواز والعيال بيعلموا غصب. اه يا حبايبي. طلع بقى كده والسمك اهو شايفين. نحطه بقى في الميه الجميله بتاعتنا كده، ظابطين الملح وظابطين وحاطين شويه شطه كده ومخلينه ايه فل اهو. شايفين الجمال اهو ما شاء الله، اللهم بارك. بالهنا والشفا. تسلم ايدك يا ام لمار زي العسل اهو يا حبايبي. تعالوا اتفضلوا بقى معانا يا حبايبي. لو عجبكم بقى ايه الفيديو بتاعنا والروتين بتاعنا النهارده، تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا احلى واغلى متابعين في الدنيا داخل مصر وخارج مصر. انا كل مره بفكركم اهو في الفيديو مره واثنين وثلاثه، اوعوا تنسوا بقى يا حبايب قلبي. وده ايه خلصنا كده الرز الجميل بتاعنا،
وغرفنا الاكل كده بالشكل اللي انتوا شايفينه، بالهنا والشفا، وشويه سلطه ودقه السمك اهي معانا، والرز بتاعنا طالع بسم الله ما شاء الله مفلفل وزي الفل، بالهنا والشفا. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.